النهاردة هنتكلم عن حاجة بتمسنا كلنا بشكل حساس جدا، ممكن تتحكم في قرارات ومسار وحياة قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي وهاتوا حاجة دافية اشربوها عشان الموضوع طويل والكلام في الموضوع ده ما بيخلص. يلا بينا نبدأ. كل شخص مثبت عنده في اللاواعي نسخة شخصية منه بتحمل جروح وأحلام واحتياجات زالت محفوظة ومتماسكة بتتحكم في أفعاله واختياراته وقراراته. يعني مثلا ممكن نشوف شاب صغير بيميل إن هو يدخل في علاقات ويخرج منها بسرعة، بيميل إن هو يبقى عنده علاقة واتنين وتلاتة في نفس الوقت. أنا ممكن تتكلم معاه يقولك أنا بدور على الأمان، هو هنا فعليا ممكن يكون ما بيكذبش، يكون هو مفتقد حاجة معينة بس بيدور عليها بره، بيدور عليها في الناس اللي بره. بس الحقيقة إن العالم بيبدأ من جوانا احنا. انت شخصيا ممكن تلاقي مثلا بنت من النوع اللي هو البنات اللي بيبقى لبسهم مستفز وطريقتهم مستفزة وما عندهمش حدود واضحة، اللي احنا بقى بنقول عليهم ان هم ما بيفرقوش الصح من الغلط. هي الفكرة كلها ممكن تكون ببساطة مشاكل في الطفل الداخلي، دي من أهم العلامات ومن أكبر المشاكل اللي بتمنع الشخص إنه يحط حدود بشكل واضح ومباشر. انتوا متخيلين الموضوع خطير ازاي؟ هنا اول نقطة هنتكلم فيها دلوقتي بشكل علمي ودقيق. مين هو الشخص اللي عنده مشكلة في الطفل الداخلي؟ هنبدأ نحدد الشخصية دي وايه تأثير جرح الطفل الداخلي عشان نقدر نرصد المشكلة بشكل واعي. زي ما قلنا في البداية ان الطفل الداخلي هو كل الأجزاء وكل المشاعر اللي اتخزنت في اللاواعي في مرحلة الطفولة، يعني كل مفاهيمك بشكل عام. وده بقى اسمه أثر التعلم والإدراك المبكر. الدماغ هنا هو بيبدأ يكون خرائط سلوكية من التجارب المبكرة، بيرجع تاني العقل يستدعي نفس الذكريات لما بيتحط في مواقف مشابهة، لأنه بيكون اتفعل في العقل برنامج زي سيستم معين بيتحط فيه. أنا مثلا تعرضت للرفض، تعرضت للخوف، تعرضت للوحدة، تأثر على رد فعلك مستقبلا لما تتحط في مواقف مشابهة أو تحس بخوف بطريقة كبيرة. آه، هنا بيكون المشكلة في السيستم اللي اتحفظ already قبل كده. عشان كده لازم نخلي بالنا ونتعامل بحساسية كبيرة في تربية ولادنا، لأن انت هنا بتحدد ازاي الطفل ده هيشوف المستقبل، هيشوفوا حياتهم، هيشوف الناس في المستقبل وهيتعاملوا معاهم ازاي. الخطورة كلها بتكمن في انه الشخص مش هيبقى مدرك حتى ايه سبب اختياراته، ايه سبب ان هو ممكن يتعرض لبات هلع او خوف بشكل مستمر. هو الموضوع بيبدأ كله من النقطة دي، وده بقى كارثة حقيقية، صح؟ لا مش صح، استنوا بقى وشوفوا اللي جاي ايه، اسمعوا بقى. ده ممكن كمان يأثر على جسمك وعلى صحتك البدنية. يعني ممكن في أوقات وانت في شغل أو في أي مكان تلاقي طاقتك خلصت فجأة وتعبان ومرهق ومش قادر تكمل شغل. بيكون السبب هنا لأنك غالبا ممكن تكون اتعرضت لموقف أو حتى سمعت مجرد كلمات انت ممكن تكون سمعتها زمان وكان تأثيرها سلبي عليك واتخزنت في عقلك. وانت بقى مهما كنت ذكي ومهما كنت منضبط هيبقى صعب انك تتعامل بشكل صحي. يعني احنا عقلنا عامل زي الكمبيوتر، بتحط عليه الابديت او بتحط عليه البرنامج وبعد كده هو بيشتغل لوحده بشكل تلقائي. طيب ايه هي علامات البرمجة السلبية؟ أول نقطة فيه انفعال مبالغ فيه في مواقف بسيطة. تاني حاجة هي خوف من الرفض أو الفقد. تالت حاجة هي تكرار أنماط علاقات مؤذية. ورابع حاجة هي تعلق زايد ببعض الأشخاص أو ببعض العلاقات. خامس حاجة هي لوم النفس المستمر أو إحساس أو شعور إن أنت دايما مذنب أو إن أنت ما تستحقش. طب ليه من المهم جدا إننا نداوي الطفل الداخلي؟ أول حاجة خليني أقول لكم إن ملف جروح الطفل الداخلي دي من أخطر الملفات في الصحة النفسية، لأن هي بتأثر على الشخص وعلى حياته بشكل كبير جدا. والمشكلة إن هو بشكل غير واعي، إنك مهما حاولت تفهم أو تفسر مع المشكلة إيه، بس مجرد الشخص ما بيعالج المشاكل دي بيبدأ يحرر الكبت والخوف اللي بيتحكم فيه وفي أفكاره، وبتقدر تستعيد طاقتك وشخصيتك الحقيقية وهدفك الحقيقي في الحياة، وتبدأ تحسن علاقاتك مع الناس. لأن الشخص اللي بيكون عنده مشاكل في الطفل الداخلي دايما بيكون عنده نوع من التطرف في تعامله مع الناس. أما بيكون جاف جدا لأنه بيخاف مثلا لو حد مدحه أو حد شكر فيه، خايف إن هو يعامله بنفس الطريقة أو يخاف إن هو يطلع مشاعره، خايف من إن الناس تشوفه شخص تافه أو شخص ملوش قيمة. ولكن في الناحية التانية الناس ممكن تفهمه بصورة غلط تماما. احنا متفقين إن العالم هو جوانا احنا، يعني العالم بيبدأ من عندنا احنا وبينعكس على كل حاجة من بره. احنا بإيدينا اللي ممكن نختار حاجات ممكن تعود علينا في المستقبل بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. لأن العقل من البداية، انتوا مش متخيلين انه العقل من البداية بيقدر يحدد ده وبيرصده وبشكل طبيعي وبشكل تلقائي جدا. فالشخص لو حاسس انه ميستحقش
طبيعي هيختار أو هيميل للحاجة اللي فيها مشاكل أو فيها عراقيل. ولكن لو عالجنا الطفل الداخلي بيقل التوتر، الخوف والحرمان، كل العقد وكل الكلاكيع دي، لأن الحل ممكن يكون متاح وممكن يكون مش بسيط، بس الحل مش صعب. هو مش بيجي من يوم وليلة، بس ممكن يغير برمجة كاملة سلبية للعقل. فبدل مثلا ما هتلاقي نفسك بيتكرر معاك نمط صداقات معينة، مثلا بتميل للشخص المادي أو الشخص اللي هو بيعرفك عشان مصلحة، كده بيتغير لأن حدودك ومعاييرك بتتغير بالكامل. العلاج إيه؟ العلاج أول حاجة وأول خطوة في العلاج إنك تهدى وتاخد مساحة وتاخد وقت لنفسك. أول حاجة لازم تعملها إنك تحاول تفهم المشكلة بدأت فين بالظبط. أنت أكيد مهما هديت ومهما أخدت وقت مش هتقدر تفتكر الميموريز أو الذكريات بشكل واضح، وهنا مش المطلوب منك إنك تفتكر بالظبط، لأن دي حاجة هتكون أقرب للمستحيل. بس ممكن تسأل نفسك كام سؤال. ايه هو أكتر إحساس أنت كنت بتحس بيه في طفولتك؟ سواء إحساس بالخوف أو بالحرمان أو حتى إحساس إنك محتاج حضن أو محتاج لعبة صغيرة. مثلا هل كنت آمن بعيش في بيئة إيجابية، ولا كنت وحيد ومهمل تعرضت لأنواع معينة من العنف؟ هنا بقى أنت بتدور على شعور معين، مش شرط الذكرى. مين أكتر حد كان مأثر عليك في طفولتك سواء بالسلب أو بالإيجابي وما زلت فاكره؟ تالت حاجة ايه الشعور او الاحساس اللي انت كنت محتاجه؟ كنت محتاج تحس بالامان، كنت محتاج تحس باهتمام. تاني حاجة في العلاج انك تفصل الانا الناضجة اللي هي موجودة حاليا عن الانا الخاصة بالطفولة. في دراسة عملوها العلماء اسمها AFC، ان جواك جزئين من الوعي، جزء خاص بالطفل الداخلي وجزء خاص بالوعي الناضج او النسخة اللي انت عليها دلوقتي. والهدف من الفصل ده او انك تفصل الاتنين عن بعض، انك تفصل ما بين وعيك الحالي وما بين الجرح اللي موجود جواك. هنا بقى في ورقة وقلم وهتكتب كل شعور انت كنت حاسس بيه. تبدأ التمرين، هتبدأ تشوف نسخة منك أو حتى لو مش منك، لو مجرد طفل عادي هتبدأ تشوفها وتفهم احتياجاتها، لأن دي احتياجاتك انت في الأساس. هتبدأ تكتب كل حاجة بتسمعها أو كل مشكلة أو كل شعور الطفل الداخلي، وبعدها اكتب ردك انت كمان على كل مشكلة. مثلا هو لو كان محتاج حضن، لازم توصل له الأمان وتقول له إنك موجود معاه، وتوفر له الحماية والأمان اللي كان محتاجهم بالفعل. وهنا اللي بيحصل بشكل فعلي إنه بيحصل زي فلتر، بتقدر تحدد المشاعر اللي أنت كنت محتاجها، وبالتالي تبدأ تفهم المشكلة فين بالظبط، وتبدأ أنت بدورك ترد على المشكلة دي أو توصل له الأمان أو الأمان اللي هو كان محتاجه. وهنا بقى أنت فعليا بتبدل الذكريات والميموريز القديمة وبتعمل إعادة تعليم عاطفي بشكل جديد. العلاج ده بنسميه بإعادة التجربة العاطفية. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إنك هنا بتدي للطفل الداخلي اللي جواك الكلمة اللي ما اتقالتلوش، الشعور اللي كان محتاجه. فجأة بقى إن عقلك هنا مش هيقدر يفرق بين الذكريات دي، ما بين إن دي حاجة حصلت في الماضي زمان فعلا، وإن دي حاجة بتحصل دلوقتي. عقلك هيتعامل معاها لأن ده اللي حصل فعلا في الماضي، وهيخزن كل المعلومات وكل الكلام اللي ممكن تقوله. يعني بتبرمج عقلك بشكل جديد. رابع حاجة أو الخطوة الرابعة هي إنك تدرك إن الذكريات مش بس بتتخزن في العقل، أو المشاعر ما بتتخزنش بس في اللاوعي، كمان بتتخزن في الجسم. إيه الكلام ده؟ يعني إنك مثلا إيدك تتجرح في موقف أو يكون صعب جدا عليك، بيعدي فترة طويلة وتيجي تتجرح في نفس المكان تاني، هنا عقلك بيسترجع نفس الشعور اللي انت حسيته في الأول، يكون قوي جدا. هنا دي اسمها ذاكرة الجسد، بالأخص الحاجات المتعلقة بالمرض بالحمل. هنا مهم جدا في العلاج انك تاخد وقت لجسمك كمان، يعني تاخد وقت راحة، تاخد وقت تتنفس بيه بشكل عميق، بحيث انك تهدي جهازك العصبي وتحس بالأمان. خامس خطوة، ودي بقى من الحاجات المهمة جدا، وهي إعادة بناء الحدود بشكل صحي. اتفقنا في البداية كنا بنتكلم عن أمثلة للناس اللي عندهم مشاكل في الطفل الداخلي، إن هم ما بيقدروش يدوا أو ما بيقدروش يعملوا حدود بشكل صحي أو بشكل واعي. بيكونوا متخيلين أنا لازم أدي الشخص اللي قدامي حتى لو الحاجة على حسابي، أديها له عشان أنا بحبه. هنا أنت مش بتحبه، هنا ده احتياج، أنت محتاج منه شعور معين أو محتاج منه إحساس معين. نقطة خطر جدا تسحبك لمشاكل أو لحاجات بتلاقي نفسك بتدخل في دوامة. أنا إيه اللي جابني هنا أصلا؟ أنا مش منطقتي، أنا مش الشخص ده. عارف الواحد ممكن يحصل له زي شيزوفرينيا أو انفصام في الشخصية، إنه بيعمل حاجة هو مش مقتنع بيها، بيعمل حاجة سيئة مش متطابقة مع أو مش متماشية مع معاييره أو قيمه الأخلاقية. بيجيله شعور إيه ده؟ هو أنا حصل لي انفصام في الشخصية؟ الموضوع مش انفصام في الشخصية خالص، الموضوع إن أنت طابق نفسك مع الهوية السليمة بتاعتك عشان ترضي ناس تانية، أو عشان مش قادر تقول لأ بكل بساطة. ودي بقى أكبر علامة وأهم علامة في الشفاء، إن الواحد لما بيتشفى بيبدأ يفهم إيه الحاجة اللي مناسباه بشكل فعلي،
وإيه الحاجة اللي ممكن يقول فيها لأ. يعني يبقى إحنا متفقين إن الشخص اللي عنده جرح في الطفل الداخلي ما بيقدرش يقول لأ، وإن دي أهم حاجة لازم الواحد يفكر فيها، وهي إعادة بناء الحدود. وأهم علامة للتشافي برضه إنك وقت ما تعمل كده اعرف إن أنت على الطريق السليم، وإن أنت بالفعل بدأت في العلاج. يبقى إيه اللي بيحصل بقى بعد الشفاء بالضبط؟ أول حاجة بتحصل بعد شفاء الطفل الداخلي أو شفاء جروح الطفل الداخلي هي إن العلاقات بتتغير، الاختيارات بتبقى أهدى، مشاعر الشخص بتكون عميقة أكتر وواضحة بس مش مؤذية. تالت حاجة إنه تقدير الشخص لنفسه أو لذاته بيبقى مرتفع جدا. رابع حاجة رد الفعل هيبقى أنضج. خامس حاجة الخوف من الرفض والخوف من الناس بيتعالج بشكل كامل. يبدأ يعبر عن مشاعره بدون خوف، هيبدأ يكون شخص حقيقي، والناس هتبدأ تثق فيه فعلا لأنهم هيشوفوا ده فيه، هيشوفوا روحه وشخصيته الحقيقية من غير أي. اللي أنا عايزة أقوله إن شفاء الطفل الداخلي هي مش رفاهية، أساس صحة نفسية وعقلية وبدنية. وأتمنى بقى إن الفيديو يكون فاتكم ولو بشكل بسيط، لأن الموضوع مش بسيط خالص. باي.